عكار كتير حلوة، هل تستحق الزيارة أو لا؟ وطبيعة وغابات وشجر ما إلى مثيل، وأكيد شعب طيب ومتواضع. ويا هلا بكم بشمال لبنان. يا صباح الخير يا سادة. إن زمان ما صورنا فيديوهات يوتيوب، لكن هلأ إن شاء الله راجعين بفيديوهات جدا مميزة وأماكن مختلفة. فاليوم رحلتنا جدا مميزة إلى شمال لبنان عكار. انطونا لايك واشتركوا بالقناة ويلا ننطلق. وأول توقف لنا راح يكون بمدينة طرابلس. مدينة طرابلس تضم العديد من المعالم التراثية والتاريخية، مثل القلعة الصليبية والمساجد العثمانية والأسواق التقليدية. وأكيد كثار من السياح تقصد مدينة طرابلس للأسواق الشعبية، وأكيد ما ننسى الأكل، وتحديدا الأكلات الشعبية المميزة اللي ما ممكن تجدها بأماكن ثانية إلا بطرابلس. واكيد كفينا من طرابلس الى عكار، واكيد ما ننسى الفاصل بين طرابلس وعكار، الظنية. منطقة الظنية مميزة بطبيعتها الساحرة، واكيد ما ننسى فيها شلال عيون السمك، وفيها جبال الأربعين، وفيها جبل المكمل اللي هي اعلى قمة بلبنان، القرنة السوداء. وهيك يكون وصلنا ريف عكار. وعلى فكرة 80% من الشعب يعيش بالريف، والسبب اظن انه واضح. بداية عكار تبعد عن بيروت 120 كيلومتر، وهي أحد أقصى المدن الشمالية في لبنان. هون نحن بسهل القموعة. سهل القموعة يعني شو بدي أحكي عن المكان؟ الهدوء، الجمال. المكان مميز بهاي المرجة جدا كبيرة، والهدوء فيها، وأكيد فيها أحصنة مزينات المكان، ومحيط المكان هاي الجبال اللي مميزة بشجر الشوح. واكيد محيط المكان على ضفاف الجبال في كتير منتزهات، وفي بنجلو، وفي انشطه مثل الاتيفي وركوب الخيل. وبالنسبه للبنجلو جدا مميزين، وكل بنجلو بيسيع من 3 اشخاص ل5 اشخاص، واكيد بيطلوا على هذا الفيو المميز. وبالنسبه للسعر من 50 ل $100. وبالنسبه للمكان، رغم انه يبعد تقريبا 3 ساعات عن بيروت، صراحه يستحق الزياره. وبالنسبة للريف، بحس الناس بعدها عايشة على الزراعة وتربية المواشي وتربية النحل، وفي كتير مناحل هون، وهذا الشيء طبيعي لأنه في كتير هون غابات. ومن هذا الفيو المميز فينا نشوف عكار القديمة. انطوني رأيكم. وهيك يكون وصلنا الغابة الفريدة من نوعها، غابة العذر. بداية الغابة تعد واحدة من أجمل وأنذر غابات لبنان. شجر العذر هو أضخم أنواع شجر السنديان، ويصل طول الشجر تقريبا ل 30 متر. المكان مليء بالهدوء والطبيعة، وفي طرقان مشي للهايكينج، وأكيد في أماكن مخصصة للتخييم. سبحان الله كيف ألوان الشجر، وكل فصل يتبدل اللون. ويا أخوان قبل ما نكفي، انطونا لايك واشتركوا بالقناة لنصل ل100,000 مشترك. وبالنسبة لغابة العذر، رغم أنه بعيدة 130 كيلومتر عن بيروت، لكن تستحق الزيارة تحديدا للأشخاص اللي يحبوا الطبيعة. مكفين رحلتنا بعكار بهاي الأماكن الطبيعية المميزة. إن ساعة ماشيين، الطريق كله وديان وطبيعة خلابة جدا. كنت حابروا على وادي اسمه وادي جهنم، لكنه شوي بعيد واحنا بعاد جدا عن بيروت. راح أحط لكم شوية صور عن وادي جهنم. وهون وصلنا نهر الغور. المكان مليء بالطبيعة، والنهر جدا قوي، ميته جدا نقية، ممكن انه جاية من جبال الثلج. والمكان ما في حدا، يعني طبيعة خلابة وما في حدا بالمكان ابدا. وهاي الاجواء. وهون وصلنا بحيرة عيون السمك، وهون نهر موسى. وعلى فكرة هاي البحيرة تفصل الظنية عن عكار، يعني هون عكار وهون الظنية. وهي كانت رحلتنا لليوم. حاولنا نغطي لكم افضل الاماكن اللي ممكن تزوروها بعكار، وبعد في كتير اماكن مميزة، لكن المشوار جدا بعيد، وحاولنا نغطي كم مكان مميزين. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة والاماكن اللي زرناها، وكالعادة انطونا لايك واشتركوا بالقناة، وسلام.